عندنا عندنا عنطير، عندنا تل الضبعه. تل الضبعه دي مكان في منتهى الاهميه، لان في بعض الاعمال اللي حصلت، الاعمال التنقيبيه اللي حصلت على مدار سنين، وبيثبتوا ان هي عاصمه الهكسوس. بس هم قالوا ان الاقصر لم تسمى بالاقصر الا في عهد الفاتحين المسلمين عمرو بن العاص، لما وجدوا فيها قصور كثيره جدا فسموها القصور، وتحرفت بعد ذلك الى الاقصر. فكره ان هو مشاكل معابد اطلق عليها قصور لفخامتها يعني. نعم. حبال ان هناك كلمه قراتها يعني في مصر، ان كلمه الكرنك وهي التسميه لاكبر معابد في العالم واقفه دلوقتي ومشيده، اصلها كلمه خوارنق، والخوارنق ده كان القصر بتاع النعمان. فاي حاجه عظيمه يتقال عليها الخوارنق، يعني اي مبنى عظيم منيف يتقال عليه كده. زي يقول لك انت فاكر انت عايش في مصر، انت لا، انت مش عايش في مصر، انت عايش في شقه، لكن احنا بنبالغ لجمال شقتك كده يعني. فارجع لك تاني بقى للعيد الجميل ده، دوت كان بيعمه حوالي 700,000 من الرجال والنساء. والرقم ده ذكره هيرودوت، واتفقنا في حلقات سابقه، خد ما تاخده من هيرودوت وسيب ما تسيبه من هيرودوت. لكن العجيب في الامر ان هو قال الجمله، يعني احنا بنحب نقرا كده الجمله التاريخيه دي بتتحدد من حته نطلع فيها الايه؟ النور. يقول لك من الرجال والنساء ولم يحصي الاطفال، لم يتم احصاء الاطفال. له مات عدد محصاء الاطفال دي عند المؤرخ القديم؟ هو هيرودوت كتب نوعين من الكتابات، كتابات سماعي يقول لك ايه؟ قالوا لي ولقد فرضوا لي، مين؟ المصريين اليونان اللي قاعدين. وخصوصا ان هيرودوت ما كانش بيتكلم، لم يصل الينا ان هو كان بيتكلم المصريه القديمه، فبالتالي سمع قصص كتير، ويمكن هو ده اللي خلاه مصدر يعني لازم تاخد بالك تاخد منه. حكايه ابو التاريخ دي خلاص بقى، يعني حكايه ابو التاريخ دي احنا لغيناها من زمان. فكره ان هيرودوت ابو التاريخ دي لا، دي وحكايه مصر هبه النيل، الكلام ده كله يعني هيكاتيوس هو اول من قال ان الدلتا هبه النيل. فاذا هيكاتيوس اللي هو الاستاذ الكبير بتاع هيرودوت، واللي هيرودوت اخذ منه. ففي حاجات كتيره اتغيرت في التاريخ. على اي حال هو بيقول ايه بقى لما قيل لهم عن الاحتفال ده 700,000 من الرجال والنساء ولم يحصي الاطفال. لا يحصي الاطفال يعني ايه يا استاذ حاج؟ يعني اضرب كمان بقى ال 700,000 دول مع الاطفال بتوعهم، او مع الاطفال اللي هم هيجوا معاهم في المراكب والقوارب الى تل بسطة بالزقازيق الشرقية. تتكلم على حوالي فوق 1,000,000 بني ادم في احتفال عيد واحد. انا ما بتكلمش اعياد، انا بتكلم عيد واحد. العيد ده كان بتاع ايه بقى؟ الناس دي كلها رايحه تل بسطة للمعبد ليه؟ هتستغربوا جدا. كانوا رايحين عشان يحتفلوا بالقطة، الهرة يعني، القطة يعني. والقطة كانوا نوعين في مصر القديمة، القطة المقدسة الأسطورية كان بيسموها باستت، علشان كده انت تسمي القطة بسة. بس لماذا كان تقديس القطة في مصر؟ كانت القطة شكل من أشكال الحماية، تخيل. وكانت القطة شكل من أشكال وكانت لما تروح البر الغربي من الأقصر يا أستاذ حاتم، ويا ريت كلكم في الأجازات تروحوا الأقصر، روحوا زوروا مقابر الغرب، البر الغربي، وروحوا الملوك، ماشي، الملوك تحفة، لكن عايزك كمان تزور المقابر الغير ملكية. الغير ملكية دي بقى هتلاقي مفاجآت المفاجآت، زي مثلا مقابر العمال، مقابر مشرفين على العمال، مقابر النبلاء، هتلاقي فيها مفاجآت. من ضمن المفاجآت هتلاقي منظر ملون جميل جدا لقطة ماسكة سكينة وبتذبح تعبان، حاطة التعبان تحت مخالبها وبتذبحه، والدم طالع كده من رقبة التعبان. ايه بقى اللقطة دي؟ اللقطة دي تم اخدها في الاسطورة المصرية القديمة، ان القطة دي شكل من اشكال رع اللي هو الشمس، وعلى رع الشمس بص بقى هنا الرمزية، انه يذبح الثعبان ابيبي او ابوفيس بعد كده، وهو ثعبان الشر. طب ثعبان الشر قاعد بيعمل ايه في رحلة الشمس؟ قاعد بيحاول يوقف الشمس ان هي تسطع في الشروق في اليوم التالي. كل ليلة على الشمس انها تذبح التعبان الشر. كل ليلة في رحلة الشمس اللي بتاخدها الشمس من الشروق للغروب ومن الغروب للشروق، عليها انها تتحول لقطة طبقا للاسطورة يعني، وتذبح ثعبان الشر. ليه؟ عشان الشمس تشرق، فعلى ان الشمس تشرق لازم تتخلص من الشر، علشان النور يجي لازم نتخلص
نتخلص من الظلام. شوف بقى هنا الكلام بقى يمشي رمزيا ازاي. فالمنظر ده فريق القطة، والقطة بقى كتير يعني، مش القطة بتذبح دي مش هي بسط، ده بسط دي لها قصة تانية للحماية او كده. المهم عايز اقول لكم على حاجة تانية، ان القطة اللي بتجري في الشارع دي اللي انت بتربيها عندك في البيت دي كانت المصريين بيعشقوها. وكتب في مصدر ان لما كانت القطة بتموت في منزل المصري، يعني لما المصري عنده قطة بيربيها، القطة ماتت، فكان يتم حلاقة الشعر ويتم حلاقة كمان الحواجب، ويحصل عملية حزن كبيرة جدا. ده ذوي القطة، يعني الناس اللي هم محيطين بيها هم اللي بيحلقوا، مش يعني يعني الناس اللي هي مربية كان على فقدانها كانوا بيعملوا كده، وينتظروا لحد لما الشعر يطلع تاني ويبقى الحزن راح. فده معناه ايه؟ معناه يعني طبعا احنا بنقول الكلام ده مش مظبوط طبعا، لكن بالنسبة لمصر القديم عادات قديمة يعني عادات قديمة طبعا مش موجودة، لكن ده بالنسبة لفكرة ازاي انت اخر حاجة هقولها لكم في الاعياد بقى، ان في ايام الملك جحتمس الثالث، وده راجل عمل 17 جحتمس الثالث اللي احنا بنسميه جحتمس الثالث، اسمه جحوتي مس الثالث، اسمه الهيروغليف الصح يعني. الراجل ده عمل 17 حملة عسكرية انتصر فيهم كلهم. هو الجنراليسيمو، هو الجنرال في مصر القديمة، هو القائد الذي انتصر بجيش 17 حملة عسكرية. وتحت قيادة جحتمس الثالث وصلت مصر الى اكبر امبراطورية في تاريخها، يعني لا قبل تحتمس الثالث ولا بعد تحتمس الثالث مصر مساحة وصلت للمساحة اللي وصل فيها الملك ده بمصر. هذا الرجل سايب لنا خبر في معابد الكرنك، بيقول لنا ان مصر احتفلت ب 54 عيد في السنة. بعدين كام سنة جاء ملك اسمه رمسيس الثالث اللي هو رمسيس الثالث، وراح كاتب في مدينة ابو 60 عيد في السنة. يبقى بين الملك ده والملك ده مصر زادت في اعيادها 6 اعياد، يعني معنى كده ان الاعياد كانت بتزيد، المصري كان بيزيدنا. خلاص معناها ايه ده بقى؟ معناها انه بيحب الاحتفالية وبيحب ان هو يحتفل. بل عرفنا ان كان في واحد من العمال بعت للرئيس بتاعه رسالة قال له انا عايز اخد النهاردة اجازة. فالسبب كان زمان يا استاذ حاتم لما تيجي تاخد اجازة من المدير بتاعك كنت لازم تثبتها، يعني تقول انا هاخد اجازة النهاردة ليه؟ اجازة مسببة. بالظبط كده. السبب بقى بتاعها لقينا اسباب عجيبة قوي، منها عيد ميلاد بنته. فتخيل الاب ده اللي مش عايز بنته تشعر بان ابوها مش واخد باله منها، فبيقدم طلب انه ياخد اجازة علشان بنته يبقى مع بنته يوم عيد ميلادها. وفي سبب برضه في رسالة اخرى ان في خناقة في البيت عايز يروح يحلها، يعني كان هو اتخانق يظهر مع مراته وهياخد اجازة من الشغل، اجازة كده عارضة كده، هيروح يحل المشكلة مع مراته ويرجع. وده يرجعنا طبعا للنص الجميل اللي بيقول يوجد في البيت، ده المصري القديم كاتب، الاب بيقول لابنه، ودي رسالة لنا كلنا، بيقول لابنه ايه؟ يوجد في البيت اسباب للخصام عليك ان تتجنبها. اللي عايز يعيش حياة سعيدة عليه الا يبدأ. ده دي النصيحة بتاعت الاب لابنه، عليك انك لا تبدأ بالخناقة في بيتك ولا ايضا تعمل مشكلة. وده يدينا دليل ان العامل اللي قدم طلب عشان يروح يحل مشكلته في البيت ويرجع علشان يبقى شغله كويس وما يشتغل باله. نراجع يعني هذه العادات والتقاليد لانها كانت سبب حضارة عريقة في وقتها وفي حينها ما زالت تبهر الدنيا. انا بشكرك شكرا جزيلا الاثري الكبير وكاتب المصريات الاستاذ سامي شماع، كنت معنا، شكرا جزيلا. الف شكر يا فندم، مع الف سلامة. مع الف سلامة.